حذاء رياضي كان سبب في انتعاش اقتصاد ألمانيا الحديثة. في سنة 1954 كان منتخب المجر أقوى فريق في العالم، فريق ما خسرش ولا مرة في آخر 4 سنين من البطولة، وفي ال 27 مباراة اللي سبقوا البطولة سجل 105 هدف، لدرجة إن المنتخب المجري كان بيلقب بالسحرة المجريين. أما منتخب ألمانيا كان في وضع صعب، معظم لعيبته عندهم وظائف تانية غير كرة القدم، وده علشان يعرفوا يعيشوا في الوضع الاقتصادي الصعب بعد الحرب العالمية التانية. بدأ ماتش نهائي كأس العالم بين ألمانيا والمجر، وفي أول 8 دقايق المجر سجلت أول هدفين بكل سهولة، ولكن بعدها اتغيرت حالة الجو والسحب حجبت أشعة الشمس، وده معناه إن كل الظروف مناسبة للاعب فريتز وولتر قائد منتخب ألمانيا إنه يطلع أفضل ما عنده، واللي للأسف قبل البطولة وقع في إيد الأمريكان اللي سلموه للسوفييت، واتنقل بعدها لمعسكرات الاعتقال في سيبيريا واللي معروف عنها إنها معسكرات وحشية. ولكن لحسن حظه اتعرف عليه واحد من الحراس المجريين وصعب عليه اللعب، وراح قال للسوفييت إن اللاعب ده من النمسا، وتم إطلاق سراحه ورجع لألمانيا، ولكن رجع مصاب بمرض الملاريا واللي بيسبب إرهاق العضلات في الظروف الحارة. وعشان كده لما اختفت أشعة الشمس لعيبة المنتخب الألماني بصوا لفريتز وولتر وقالوا له الظروف كلها مناسبة ليك دلوقتي. وفعلا بعد ما سجلت المجر هدفين في أول 10 دقايق، رجعت ألمانيا وسجلت هدفين في تاني 10 دقايق، ومن بعدها لعيبة منتخب المجر مش عارفة تسجل بسبب أرضية الملعب اللي بقت كلها وحل من المطر. أما لعيبة ألمانيا ولحسن حظهم إن مؤسس شركة أديداس واسمه أدولف داسلر كان مستشار الفريق، ومن خلال شركته كان بيقدم لهم الأحذية واللي كان واخد عليها براءات اختراع. الحذاء اللي كانوا لابسينه كان فيه بروز تقدر تفكها وتربطها بسهولة. المهم إنه بين الشوطين طلب من اللعيبة يفكوا البروز القصيرة اللي في الأحذية بتاعتهم ويركبوا بروز أطول شوية عشان يكونوا مستقرين أكتر على أرضية الملعب. وفعلا بدأ الشوط الثاني، وفي الدقيقة 84 تسجل ألمانيا الهدف الثالث ويكسبوا الماتش. اللي حصل ده كان معجزة اتسمت بمعجزة بيرن، لدرجة إن كتاب الوقت ده قالوا إن في مباراة واحدة استمرت 90 دقيقة ضد المجر ولدت ألمانيا الحديثة. وفي الآخر قول لي رأيك، تفتكر إيه مدى مساهمة فوز ألمانيا بكأس العالم في انتعاش اقتصادها؟ بس كده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.